لولا صدقي شريرة السينما الفاتنة، تزوجت 9 مرات، وسر تركها الفن وهروبها إلى روما. هي واحدة من أشهر سمراوات الشاشة العربية، قدمت العديد من الأدوار البارزة في السينما، وتميزت بأدوار الفتاة الشريرة، وأصبحت رمزاً للفتاة العابسة الأرستقراطية المستهترة التي توقع الرجال في حبائلها بحثاً عن المال. هي الفنانة الراحلة لولا صدقي. ولدت لولا صدقي في 7 أكتوبر من عام 1923 لأم إيطالية وأب مصري، وهو الكاتب والمؤلف المسرحي أمين صدقي. بدأت حياتها الفنية كراقصة في الكباريهات، وكانت مجرد طريق للوصول للتمثيل، وهو حلمها الأول، حيث التحقت بفرقة أمين توفيق المسرحية، وذلك بمساعدة والدها. أتاحت لها شقيقتها الفنانة صفية، التي سبقتها إلى مجال الفن بسنوات طويلة، فرصة أولى في السينما مع الفنان محسن سرحان في فيلم حياة الظلام عام 1940. إصابة لولا بالأنيميا والضعف العام جعلها تبتعد عن المسرح بسبب المجهود البدني الشاق الذي يحتاجه، وتفرغت للسينما، حيث قدمت أكثر من 49 فيلماً من الأفلام الشهيرة. ويقال رواية أخرى في قصة التحاقها بالفن هي أنها ظلت حبيسة منزلها تبكي على عدم تنفيذ رغبتها من قبل والدها، وعرضت مأساتها على شقيقتها صفية، فاصطحبتها إلى الريجيسير قاسم وجدي الذي قدمها إلى صاحب ملهى ليلي شهير لتتعاقد معه على الغناء باللغة الفرنسية والرقص الذي تعلمته من راقص إيطالي شهير يقيم في مصر، هو بولو باستاني، الذي أخضعها لدورات تدريبية في الرقص الشرقي لتصبح أشهر راقصة في أشهر قليلة، ومطربة باللغتين الإيطالية والفرنسية في الملاهي الليلية. واعتادت على غناء الأدوار المشهورة مثل يا مصطفى، أنا هويت وانتهيت لسيد درويش، مما تسبب في شهرتها سريعا، وهو ما أزعج والدها، ولكنه رضخ بالموافقة تحت وطأة الفقر والحاجة، خاصة بعد أن ساءت أحواله المادية بشدة، ليتوسط لها بعد ذلك للمشاركة في مسرحية مع فرقة دكتور أمين توفيق في دور صغير، لتعتلي خشبة المسرح وتعشقه وتودع حياة العمل في الملهى الليلي، حيث وجدت متعتها في التمثيل. ومن المعروف عن لولا كثرة وقوعها في الحب، فهي في حالة عشق مستمر، ويقال أنها عشقت فريد الأطرش خلال تمثيل فيلم عفريت هانم، ويبدو أنها حاولت أن تعرض عليه حبها بأسلوب خفي، ولكنه أدرك ما تسعى إليه، وأفهمها بأسلوب منمق أنه يعتبرها كشقيقته الصغرى، فداعبته قائلة: ألم أكن أولى أن أكون أنا العفريتة وليست سامية جمال؟ فعلق فريد بذكاء قائلا: أنت بالفعل عفريتة الفن. وأثناء مشاركتها في فيلم المليونيرة الصغيرة مع فاتن حمامة، شاهدت الفنان رشدي أباظة فأعجبت به جدا، على الرغم من كونه فنان شاب حينها يتحسس طريقه نحو النجومية، ولكن أباظة وقع في غرام سري من طرف واحد، وحينما أدرك مشاعر لولا تجاهلها في البداية، ولكن عزوف فاتن عنه جعله يستجيب لحب لولا صدقي ويبادلها العشق والغرام،
وليقضيا معا عاما كاملا من الغرام، ويقال أنهما تزوجا سرا. شاركت الفنانة لولا صدقي في عدد من الإعلانات كموديل قبل شهرتها ودخولها لعالم الفن، وجاء دخولها السينما على يد المخرج أحمد بدرخان في فيلم حياة الظلام، وانطلقت بعدها لتقدم 49 فيلما من كلاسيكيات السينما المصرية، وشاركت في عدد من الأفلام السينمائية المهمة، أبرزها الأستاذة فاطمة، حرام عليك، عريس مراتي، أبو حلموس، أحبك أنت، عفريت هانم، المنزل رقم 13، النمر، شهرزاد، وغيرها من الأعمال. تزوجت لولا 9 مرات، وكان أول أزواجها محمد راغب، أشهر رسامي الأفيشات السينمائية في الأربعينات. أما الزوج الثاني فكان شابا ثريا من عائلة عريقة، وسرعان ما انفصلا. بعدها تزوجت من المصور السينمائي الشهير جياني دالمانو، الذي أشهر إسلامه من أجل الزواج منها، ولم يستمر زواجهما سوى 6 أشهر. وكان زوجها الرابع شاب ثري مولعا بها، ولكن دبت الخلافات بينهما لدرجة أنهما انفصلا 3 مرات. وكان الزوج الخامس محللا للزوج الرابع. أما الزوج السادس فكان رساما فرنسيا، ولم يستمر زواجهما سوى عام، وانفصل بسبب استدعائه للعودة لباريس. وكان زوجها السابع شاب إيطالي يشغل منصب مدير فندقي المقطم والمنتزه. وبعد انفصالهما تزوجت من علي رضوان مدير إنتاج شركتها السينمائية. وبعد انفصالهما تزوجت من رجل أعمال أرمني التقت به في لبنان، وبعدها سافرا للعيش في روما. ثم ظلت هناك منذ عام 1964 حتى وفاتها في 8 مايو 2001 عن عمر ناهز 77 عاما، ودفنت بالعاصمة الإيطالية روما.